مرحبا بكم متابعينا الأعزاء في قناة المغرب نيوز. نحييكم أينما كنتم ونوافيكم دائما بآخر المستجدات من قلب الحدث. شهد حي المعاريف بمدينة الدار البيضاء مساء أمس الأربعاء جريمة قتل مروعة راحت ضحيتها فتاة شابة بعدما أقدم شخص معروف بإدمانه على المخدرات على ذبحها داخل عمارة مهجورة. وحسب المعطيات الأولية، فقد عثر على جثة الضحية مدرجة في دمائها على الرصيف قرب العمارة التي يقطن بها الجاني، قبل أن يلوذ هذا الأخير بالفرار إلى وجهة مجهولة. وفور إشعارها، تدخلت مصالح الأمن بسرعة وباشرت حملة تمشيط واسعة، انتهت بتوقيف المشتبه فيه في وقت وجيز، وسط ارتياح كبير في أوساط الساكنة المحلية. شهود عيان من الجوار أكدوا أن الجاني معروف بسلوكياته العدوانية، وغالبا ما شوهد وهو يتجول تحت تأثير المخدرات برفقة مجموعة من المدمنين، الذين حولوا محيط عدد من الإقمات السكنية إلى بؤر للفوضى وتعاطي الممنوعات. وقد تم وضع الموقوف رهن تدابير الحراسة النظرية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في انتظار تعميق البحث للكشف عن ملابسات الجريمة ودوافعها الحقيقية. وتعد هذه الجريمة من أبشع الجرائم التي شهدها حي المعاريف في الآونة الأخيرة، خاصة بالنظر إلى الطريقة الوحشية التي أزهقت بها روح الضحية، ما خلف صدمة حقيقية وسط السكان، ودفع العديد منهم إلى المطالبة بتكثيف الدوريات الأمنية لمحاربة أوكار الإدمان والانحراف.